اظن البطاطس عندك موجودة ومعاهم كمان بواقي لحمة مفرومة، يعني قولي مثلا 4 معالق لحمة مفرومة باقيين من نص كيلو لحمة مفرومة. هعملك النهاردة وصفة ما تخطرش على بالك خالص، كل اللي بطلبه منك انك تصلي بينا على النبي كده وتدعي لي دعوة حلوة من قلبك، ويلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. ال3 وحدات من البطاطس دول ابتديت ان انا اقطعهم صوابع، بس صوابع سميكة شوية، وهقولك ليه دلوقتي. طبعا في وصفتنا النهارده تقدري ان انت تضاعفي كل المقادير اللي احنا هنعملها النهارده لو حابه الكميه تكون اكبر، بس اللي انا بوعدك بيه ان الوصفه دي هتكفي 3 افراد. حله عندك فيها ميه سخنه جدا، هتبتدي ان انت تنزلي بالبطاطس وهتسيبيها تستوي ربع تسويه فقط لا غير. هتجيبي حله كمان عندك وتضيفي لها معلقتين كبار من الزيت ومعلقه من الزبده، وهتجيبي اللحمه المفرومه بتاعتنا الباقيه من النص كيلو لحمه مفرومه. ولو انتم متابعيني من زمان انا بعمل كده كل ما بشتري لحمه مفرومه، يعني ما بعملش نص كيلو كامل، بعين منه شويه كده. هتنزلي بكميه اللحمه المفرومه واحنا هنعصجها هنا بس تعصيجه مختلفه شويه. ضفت 7 بهارات وملح وفلفل اسود ورشه كبيره شويه من النعناع الجاف. هضيف عليهم كمان بصلايه تكون متوسطه وكمان شويه طماطم على فلفل مقطعاهم بالشكل ده، ولو عندك فلفل الوان بتدي طعم حلو قوي. بس ما تضيفيش الفلفل الالوان ولا البصل غير لما اللحمه المفرومه اللي معانا هنا تغير لونها شويه. في الوقت ده كمان بديها تقليبتين وبنزل عليهم بمعلقه كبيره من معجون الطماطم او صلصه الطماطم. هبتدي اقلب فيهم تقليبتين، وفي الوقت ده كمان هضيف لهم نص كوبايه من الميه وتقليبه في التانية تاخد غلوه واحده بس. وتعالوا نشوف البطاطس بتاعتنا. زي ما قلتلك انا عايزه البطاطس هنا ربع تسويه فقط لا غير، مش عايزاها تتهري معاكي خالص، انا عايزاها تبقى متماسكه. هرفعها من على النار، ودي اللحمه المفرومه لازم تبقى معاكي بالشكل ده ويبقى فيها نسبه سوائل زي ما انت شايفه معايا. هتجيبي عندك طاسه او جريل او اي حاجه بتحبي تشتغلي فيها، وهتضيفي لها برده معلقتين كبار من الزيت. هتضيفي عليهم كمان معلقه واحده بس من السمنه او الزبده، ممكن تستخدمي زيت بس، سمنه بس، زي ما تحبي. على العموم اضافه الزيت والزبده هنا في الخطوه ديت بتدي طعم حلو قوي. هتنزلي بكميه البطاطس كلها اللي احنا سلقناها بعد ما بردت، وبعدين تديها رشه من الفلفل الاسود ورشه كمان من الملح، رشه بسيطه طبعا. ويعني هنقول ان احنا مش بنحمرها، لا احنا عايزينها تاخد لون. لاحظي معايا ان البطاطس ما تضيفهاش كلها فوق بعضها، انا عايزاها تاخد راحتها في التحمير علشان احنا مدينها ايه ربع سلقه كده، فمش عايزاها تتهري معاكي، انا عايزاها تبقى متماسكه وتبقى باينه ان هي وحده بطاطسيه زي ما انت شايفه معايا كده، وتاخد اللون الذهبي الحلو اللي احنا عايزينه. في الوقت دوت بترفعي الكميه كلها من على النار، وبتكوني محضره بايركس او مثلا صينيه تيفال الومنيوم اللي عندك. هتجيبي بقى كميه البطاطس دي كلها وتبتدي ان انت توزعيها، وتروحي جايبه تعصيجه اللحمه المفرومه المختلفه اللي احنا عملناها مع بعض بالصوص كده. انا عايزه خلي بالك هنا اللحمه المفرومه يبقى فيها نسبه سوائل، وتضيفيها كلها. في الوقت دوت طبعا انت بتختاري يا اما تضيفي من فوق الوش جبنه رومي مبشور او ميكس جبن زي ما انا بعمل، او جبنه موتزاريلا، او ممكن ما تضيفيش حاجه خالص. بس اهم حاجه تديها رشه كده من النعناع الجاف من فوق الوش، او حتى الزعتر، بتدي طعم حلو جدا وبتاخدك في حته تانية خالص. هتدخلي الفرن على الرف الاوسط مده لا تقل عن 20 دقيقه. هتطلع بقى معاكي من الفرن بالشكل ده. حابه تاكليها بالعيش مفيش مشكله، حابه تعملي معاها شويه رز بسمتي او رز ابيض بالشعريه برضو مفيش مشكله. بس احنا عملنا من ولا حاجه كبيره، 3 وحدات من البطاطس واقل من ربع كيلو لحمه مفرومه، عملتي صينيه حلوه تاكل وتشبع اولادك او اسرتك. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان انا بقدم لك محتوى هادف ما تنسيش تشجعيني بلايك كتير وشير كتير. منشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا الاكلات الاقتصاديه الموفره، بحبكم قد كده. هشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.